فانزاتي وحبايبي، جالي سؤال مهم جدا وبيقولوا لي ايه اهم نصيحه توجهها لمرضى السكر في رمضان؟ السؤال ده حلو جدا. اتسحروا بدري على قد ما تقدروا، وافتكروا ان العلاقه العكسيه اللي بتقول كل ما اتسحرتوا بدري كل ما كانت فرصه هبوط سكر الدم اثناء الصيام اقل. العلاقة دي مش عكسية، العلاقة دي للأسف كارثية. طبعا يا جماعة الكلام ده مش صحيح. لو انت مريض سكري اوعى تعمل كده في رمضان، لان كل ساعة زيادة صيام بعد السحور بتستهلك مخزون الجلوكوز في الكبد. واهم نصيحة تمشي عليها لو انت ناوي تصوم في رمضان بشكل آمن هي انك تأخر وجبة السحور على قد ما تقدر، لان هي اللي هتوفر لك الطاقة خلال اليوم وتحميك من هبوط السكري اثناء الصيام، وبتقلل الفترة اللي الجسم فيها بيعتمد على تكسير العضلات لإنتاج السكر. وكمان ما تنساش تشرب سوائل كتير وبانتظام ما بين الفطار والسحور، وطبعا بدون سكر علشان تحميك من اي جلطات، لان الجفاف بيزود لزوجة الدم وبيرفع تركيز الجلوكوز. واخر واهم نصيحة، خلي وجبة الفطار بتاعتك ذكية وركز فيها على البروتين والنشويات المعقدة، وابعد عن الحلويات والدهون والنشويات البسيطة علشان تمنع ارتفاع الحد ثم الهبوط المفاجئ في سكر الدم. ودي كانت نصيحتنا ليكم النهاردة من دايتيتكس اكاديمي، ودي كانت من سلسلة اوعى تعمل كده في رمضان.